صباح الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ان شاء الله هنعمل مع بعض مهلبية قمر الدين بطريقة سهلة خالص وبسيطة. في 5 دقايق هتكون جاهزة معاكي احلى مهلبية قمر الدين. انا دي عملتها في اول رمضان. اول يوم رمضان عملتها مع يعني الاكل اللي انا كنت عاملاه، بس انا طبعا معرفتش انزلها مع نفس الفيديو عشان خاطر الفيديو كان طويل، فقلت هنزلها في فيديو لوحديها. وطبعا النهارده تاني يوم رمضان، فكان بواقي الاكل وكده، ف ما نزلتش الاكل عشان النهارده كان بواقي اكل بتاع اول يوم. فالنهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الحلو بتاع اول يوم رمضان. اول حاجه جبت هنا بتاع لتر من الحليب او لتر من الميه. انا حطيت لتر من الميه، عليهم 3 معالق كبار من اللبن البودر، عليهم 3 معالق كبار من النشا، 4 معالق كبار من السكر. وكان عندي قمر الدين ده اللي هو الفتراك ده التقيل، فحبيت ان انا بس شركة ميرو. حطيت بتاع نص كوباية او تحط كوباية كاملة براحتك، بس هو تقيل جدا. حطيت بتاع كوباية الا ربع كده منه يعني على الخليط ده، وهدوب ده كله كده على البارد الاول خالص. تمام، لحد هنا خطوات سهلة خالص وبسيطة. طبعا ممكن تعملي المهلبية بأي طعم عندك. تمام. طبعا رمضان، طبعا اول يوم رمضان في الناس كلها بتعمل كنافه وكده، فانا حبيت ان انا اغير. وكده الاكل كان بسم الله ما شاء الله، يعني كان كتير، وكان فانا قلت خلي الكنافه في يوم تاني. تمام، يبقى كده لتر من الحليب او لتر من الميه، عليهم 3 معالق كبار من اللبن البودر، 3 معالق كبار من النشا، 3 معالق كبار او 4 معالق كبار من السكر، على حسب ذوقك انت براحتك في السكر يعني. قلبتهم كويس قوي على البارد، دوبتهم كويس جدا 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 على البارد. وبعد كده اخدتهم على النار متوسطة، وابتديت ان انا افضل اقلب فيه كده متواصل لغاية لما احصل على القوام اللي هو الكريمي ده. طبعا هي ما بيبقاش تقيل، بيتقل بعد كده في التلاجة. تمام. لو انت خليتيه تقيل على طول قوي، اول ما تحطيه على النار مش هينفع، هيتقل اكتر، هيبقى تقيل جدا جدا جدا، وانت بتاكليه مش هتبقى مهلبية. تمام. لازم ايدك فيه عشان خاطر ما يكلكعش منك، عشان النشا ما تكلكعش منك. طبعا النشا بتتدوب الاول خالص في اي حاجه بارده بعيد عن النار، عشان كده دوبت الخليط ده كله بره. طبعا الخليط ده تحسوه ان هو فاتح، بس لا، هو لونه ما كانش كده خالص، كان لونه غامق. بس هو الاضاءه والكاميرا هي اللي مفتحه لونه. انت بقى حابه تزودي اكتر من كده، لان انا حطيت كوبايه الا ربع من قمر الدين المركز. انت حابه تحطي اكتر، حابه تحطي كوبايه كامله، حابه تحطي كوبايه ونص، براحتك خالص. بس هو لونه فعلا كان غامق عن كده، وكان طعمه خطير والله العظيم، بس هي الكاميرا ظالمه اللون. آم، مخليه ابيض كده، مش عارفه ليه، ممكن الاضاءه. كان خلاص هنا بدأ ان هو ايه يتقل معايا، خلاص حط في النار. ورحت بقى على الكاسات بتاعتي. انا طلعت كاسات ازاز كده، وبتوع شكل الفانوس دول اكليريك حلوين قوي. وصبيت المهلبيه بتاعتي في الشفشق ده، ليه بوز كده عشان ما بهدلش الدنيا. بس هتقولي طب كده المهلبيه سايله معاك؟ لا مش سايله، هي تقيله. تقول كويس معقول، عامل زي البشاميل الخفيف كده شويه. وهتتقل معاكي لسه في التلاجة. فاهمين؟ هتشوفوا دلوقتي ان انا ما كملتش 5 دقايق. تمام. وابتديت احط الزبيب. الزبيب كان ماسك على الوش، لو هو خفيف قوي عامل زي الميه كان الزبيب كله هيقع في قعر الكاسات، صح ولا ايه؟ تمام. هتشوفوا دلوقتي ان انا هعمل هحط الزبيب وهيقف على الوش، لان هو خلاص يعني في 5 دقايق عمل طبقه كده وتقل. ما بالك بقى لو حطيتيه في التلاجة هيتقل. فما تقلهوش قوي من الاول خالص على النار، عشان ما يبقاش ان هو تقيل جدا جدا جدا، مش طعمه مهلبيه ولا حاجه. تمام. ايه تاني ناقص؟ هنحط بقى الزبيب كده، كان عدى خلاص 5 دقايق، فحطيت بقى الزبيب. وكان شايفين الزبيب واقف على الوش ازاي؟ مفيش اي مشكله خالص، لان هو خلاص تقل في 5 دقايق، تقل كده. بتستني بقى عليه على الرخامه كده لغايه ما يهدى شويه كده، ممكن نص ساعه كده بس، عشان ما ينفعش نحط حاجه سخنه في التلاجة.
وبعد كده بتحطيه في رف التلاجة وبألف هنا وشفا. جربوا الطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم، وسهلة خالص وبسيطة ومفيش فيها اي حاجة صعبة خالص. آه، انا انا اديت لكم بدايل. لو انت ما عندكيش حليب حطي لبن بودر على ميه، مفيش اي مشكله خالص، والطعم كان والله العظيم خطير. حابه تضيفي بقى كريم شانتيه، حابه تضيفي قشطه، براحتك خالص. هو كده كان طعمها حلو، بألف هنا وشفا. جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا. شايفين شكلها حلو ازاي؟ حلوه جدا. هنا بقى ابتديت ان انا اغطي الاكليريك ده اللي شبه الفانوس. بيبقى شكله حلو جدا جدا. لو عندك اطفال كمان هيحبوه قوي، هيحبوا شكله وهياكلوا العلبة كلها من شكلها يعني. بألف هنا وشفا. جربوها بقى وقولوا لي رأيكم في التعليقات، وسيبوا لي تعليق حلو والنبي كده شجعوني بيه عشان اعمل لكم فيديوهات، سلسلة فيديوهات حلوة قوي. وقولوا لي برضو في التعليقات ان انتوا عايزيني اعمل ايه في الفيديوهات، تجديد يعني. واشوفكم في رعاية الله في فيديو جديد. كل سنة وحضراتكم طيبين.